السلام عليكم. كل التقارير العسكرية الدولية تقول إن روسيا والجزائر سيوقعان على صفقة بيع أسلحة بين البلدين وضخمة، بموجبها ستزود روسيا الجزائر بأسلحة بقيمة ما بين 25 حتى 37 مليار دولار، وهي أضخم صفقة في تاريخ روسيا. وبحسب التقارير الجزائر ترغب بشراء غواصات متطورة ومقاتلات من طراز سوخوي 34 وسوخوي 57، وأنظمة دفاع جوية جديدة مثل S-400، بالإضافة إلى صواريخ كروزر روسية. وأضافت المصادر أن النقاشات المتقدمة بين البلدين تأتي على خلفية رغبة حاكم البلاد الجنرال شنغريحة بزيادة ميزانية الجيش الجزائري بنسبة 230%، والوصول إلى ميزانيات قدرها 42.6 مليار دولار، الأمر الذي سيحول جنرالات الجيش الجزائري إلى أكبر المليارديرات في القارة الإفريقية. ويأتي هذا التطور بعد شهور من قيام نواب أمريكيون بقيادة النائبة ليسا ماكلاين ببعث رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن مطالبين له بتفعيل القسم 231 من قانون مكافحة خصوم أمريكا، حيث يوجه الرئيس إلى فرض عقوبات على الأطراف المشاركة في معاملات كبيرة مع ممثلي قطاع الدفاع والاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي.